ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لكل اللي شافوا الفيديو اللي فات بتاع الدرس الاول Identifying Functions من دروس تانية ثانوي الترم الاول، النهارده هنكمل سوا مع بعض الدرس التاني اللي هو Radical Functions، برضو الدومين اند رينج بتاع Radical Functions. وكل اللي ما شافوهوش يا ريت يرجعوا يشوفوا الفيديو الاولاني عشان يكملوا معايا الفيديو التاني، الدرس التاني بتاع النهارده. ويا ريت يحطوا لي لايك والسبسكرايب علشان يوصل لهم كل فيديوهاتي اول باول، وكل يوم انا بنزل شورتس احب ان انتوا تشوفوها وتتابعوا معايا الدروس وتراجعوا معايا كل يوم وتحلوا المسائل علشان ما ننساش الماس سوا ونراجع كلنا سوا مع بعض كل يوم. يلا بينا بقى ايه نشوف الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه. مبدئيا كده هو برضو دومين اند رينج، برضو بنجيب الدومين والرينج، بس المره دي مش بتاع الفانكشنز العاديه، لا ده بتاع الراديكال فانكشن. تمام، طبعا ده تكمله الدرس الاولاني. الدرس اللي فات احنا اصلا كنا بنعرف ازاي نايدنتيفاي الفانكشن. تمام، الدرس التاني بقى احنا بنجيب الدومين اند رينج بتاع الراديكال فانكشن. برضو الدرس ده زي الدرس اللي فات بينكلود الارت سيكشن مع الساينس سيكشن، يعني بينكلود الادبي والعلمي، يعني الدرس ده شامل تانية ثانوي كلها ادبي وعلمي. يلا بقى نبدا في الدرس بتاعنا. مبدئيا كده هنبدا اول حاجه في الدرس بتاعنا بنوتس مهمه هنمشي بيها الدرس كله. تمام، النوتس دي مهمه جدا ان احنا مش نحفظها، احنا نفهمها، لان احنا لو فهمناها هتبقى في دماغنا وحافظينها. بس انا عايزاكم كده دايما الشكل ده يبقى في دماغكم. النوتس بقى بتاعتنا بتقول ايه؟ بتقول the domain of root x is closed 0 open infinity. تمام، طيب جت ازاي بقى؟ الدومين ده قلنا اي حاجه تنفع نحطها مكان الاكس، صح ولا لا؟ صح. طيب الاكس دي ينفع تبقى رقم بوزيتيف، يعني ينفع اقول روت 2؟ طبعا ينفع، ما تنفعش ليه؟ وقلنا تنفع برضو روت 0. تمام، طيب ينفع اقول ان الاكس دي مكانها اشيلها واحط مكانها روت نيجاتيف 2؟ ده ينفع؟ لا، دي بقى الحالة الوحيدة اللي لا. انا كده خليتها ايه؟ خليتها كومبلكس. كومبلكس دي يعني رقم ما هيبقى فيه اي. قلنا اي حاجة تحت الروت بالنيجاتيف بتديني ايه؟ بتديني اي لو كنتوا تفتكروها. تمام، اي حاجه تحت الروت بالنيجاتيف بتديني اي. ده احنا كده بعدنا تماما عن الريال نمبرز ودخلنا في ايه؟ في قصه بقى الكومبلكس نمبر. تمام، فاصبح عندي الاكس دي الدومين ده قلنا اي حاجه ينفع ايه تتحط مكان الاكس، تتشال الاكس وتتحط مكانها. تمام، طيب ينفع يبقى ايه؟ 0. تمام، لغايه ايه؟ لغايه الانفينيتي. اي رقم بوزيتيف من الزيرو لغايه الانفينيتي بوزيتيف او بوزيتيف انفينيتي، اي رقم ايه؟ بوزيتيف معايا. لكن انا ما قلتش نيجاتيف انفينيتي، لو نيجاتيف انفينيتي ما تنفعش. ليه؟ لان انا كده هبقى خدت الايه؟ الارقام النيجاتيف معايا، وانا مش عايزه اي رقم نيجاتيف. تمام، فانا بدايتي من عندي الزيرو وكلوزد، قفلت عليه، انا مش عايزه اخد اي حاجه من قبله، فبقى ايه؟ عملته كلوزد. انما الانفينيتي انا عادي اخد اي رقم بوزيتيف بعدها. الانفينيتي اي رقم بعد كده بقى يخترعوه بوزيتيف يحطوه معايا برضه، مليون و600 مليار، كل ده معايا طالما بوزيتيف اوكي. تمام، فعشان كده انا خليتها عند الانفينيتي اوبن وعند الزيرو ايه؟ كلوزد. تمام، طيب نشوف النوت اللي بعدها. النوت اللي بعدها بتقول لي ايه؟ the domain of cubic root x. cubic root هنا كان square root x. طيب الكيوبيك روت اكس is all real numbers. برضو هنا بيقول لي ان الدومين بتاع الكيوبيك روت اكس is all real numbers، بس هي has no restrictions، يعني ما عندهاش اي ايه؟ قيود. يعني اي رقم ريال عادي معانا، اي رقم ريال. تمام، نيجي بقى الاول اكزامبل بتاعنا. بيقول لي ايه؟ find the domain and range of f of x equal root negative x. يعني عايز ايه؟ هو عايز الدومين والرينج بتاعت الفانكشن دي روت نيجاتيف اكس. طيب احنا قلنا اول ستيب بنعملها ايه؟ بناخد اللي تحت الروت بنعمله ايه؟ greater than or equal 0. ليه بنعمله كده؟ ليه بنعمله greater than or equal 0؟ لان دي ما ينفعش تبقى smaller than 0، ما ينفعش يبقى رقم ايه؟ نيجاتيف. تمام، هتيجي تقولي طب ما هو حاطط نيجاتيف هنا، ملناش دعوه بيها ولا كاننا شايفينها، هي كده كده اصلا بتروح مع نفسها. لما بنيجي نحل المساله هي بتروح، احنا بناخد بس الاكس. تمام، طيب قلنا ان اي حاجه تحت الروت هنعملها ايه؟ greater than or equal 0. بناخد اللي تحت الروت بنعمله greater than or equal 0. قلنا ان النيجاتيف x greater than or equal ايه؟ 0. احنا عايزين ايه؟ عايزين الاكس، يبقى عايزين نشيل النيجاتيف. قلنا جاست ان احنا لما نيجي نشيل النيجاتيف في اي inequality كده بنعمل ايه؟ بنقلب الساين. يعني زي ما انا عندي كده، عندي نيجاتيف x greater than or equals ايه؟ 0.
طيب انا عايزه اكس بس، هعمل ايه؟ هعمل ديفايدد نيجاتيف. تمام، طالما عملت ديفايدد نيجاتيف بشقلب الساين، بدل ما هي وشها الناحيه دي بخليها ايه؟ وشها الناحيه دي. هي كان وشها فين كده، خليتها وشها الناحيه التانية. تمام، بس الايكوال اللي تحتها ده مش بيتاثر، برضو بيفضل زي ما هو. تمام، طيب يبقى انا كده خليتها ايه؟ اكس، عملت ديفايدد نيجاتيف، فطبعا زيرو ديفايدد نيجاتيف هي بزيرو، فكده الاكس النيجاتيف دي اتشالت، فبقى عندي الاكس سمولر ذان اور ايكوالز ايه؟ زيرو. انا كده تقريبا جبت الدومين اهي، جبت ان الاكس سمولر ذان اور ايكوال زيرو. يعني ايه الاكس سمولر ذان اور ايكوال زيرو؟ يعني انا ينفع اشيل الاكس واحط مكانها اي رقم ايه؟ سمولر ذان اور ايكوال زيرو. سمولر ذان الزيرو يبقى هي النيجاتيف انفينيتي. تمام، وايه؟ وايكوال زيرو، ما انا بقول سمولر ذان اور ايكوال زيرو، طالما قلت اور ايكوال زيرو يبقى الزيرو معايا. تمام، طيب قلنا في الانفينيتي بنعملها ايه؟ بنعملها اوبن. طب في الزيرو انا اخري لغايه الزيرو فبعملها كلوز. ده ايه بقى؟ ده الدومين بتاعي. طيب الرينج بقى هي الاف اوف اكس. الرينج اللي هي ايه؟ الاف اوف اكس. يعني انا كده لما اجي احط هنا مكان الاكس هنا اي رقم من نيجاتيف انفينيتي لغايه زيرو، المفروض يطلع لي ايه؟ الاف اوف اكس. تمام، الاف اوف اكس دي بقى اللي هي الرينج بتاعتي. طيب انا الناتج بتاعي في الحاله دي هيطلع لي ايه؟ يعني الناتج بتاعي هيطلع ايه؟ الناتج بتاع اي روت بيطلع ايه؟ المفروض يطلع لي من زيرو لايه؟ لبوزيتيف انفينيتي، وطبعا البوزيتيف انفينيتي اوبن، انما الزيرو كلوز. تمام، ليه؟ هو فرض عليه يطلع لي من الزيرو للانفينيتي. فرض عليه يطلع لي من الزيرو للانفينيتي، لان اكيد مش هيطلع لي اي اكيد. تمام، فهيطلع لي من الزيرو لايه؟ لبوزيتيف انفينيتي. ده الحل بتاعي، ده اللي هو الاف اوف اكس. الاف اوف اكس قلنا دايما اللي هو الرينج، انما الاكس ايه؟ الدومين. يبقى الدومين هو الاكس، الاف اوف اكس هي ايه؟ الرينج. طيب حد هيجي في الكومنتس يكتب لي يقول لي اديني مثال عن اللي انت بتقوليه ده. طيب تعالوا كده بينا، احنا قلنا الفانكشن بتاعتي روت نيجاتيف اكس. تمام، وانا عايزه اجيب الاف اوف اكس. انا عايزه اجيب ايه؟ الاف اوف اكس اللي هي ايه؟ الرينج. تمام، اتفقنا ان الاف اوف اكس هي الرينج، وان الاكس دي هي ايه؟ الدومين بتاعي. تمام، يعني انا بعوض برقم في الاكس علشان تديني ايه؟ اف اوف اكس. اتفقنا؟ متفقين. طيب انا عايزه اعرف الرينج بتاع الاف اوف اكس بتاعي ده. الاف اوف اكس بتاعي دي ممكن تبقى ايكوال ايه؟ احنا اتفقنا ان الاكس دي يا هندخل لها يا رقم نيجاتيف يا ايه؟ يا زيرو. طب تعالوا كده ناخد اكزامبل روت نيجاتيف اكس، عشان لو احط مكانها اي رقم نيجاتيف، زي ايه مثلا؟ نيجاتيف 4. ادي شلت الاكس وحطيت مكانها ايه؟ نيجاتيف 4 والروت عليها. تمام، يبقى اف اوف اكس ايكوال روت نيجاتيف 4. تمام، ايكوال، قلنا النيجاتيف والنيجاتيف هتديني ايه؟ هتديني بوزيتيف، يبقى روت بوزيتيف 4. كلنا طبعا عارفين ان النيجاتيف تايمز نيجاتيف بيديني ايه؟ بوزيتيف. تمام، يبقى الاف اوف اكس ايكوالز ايه؟ روت 4. روت 4 اللي هي بكام؟ ب2. تمام، ادتني رقم ايه؟ بوزيتيف. تمام، ادتني رقم ايه؟ الرقم ده بوزيتيف. كده اصبح عندي الرينج بتاعي ارقام ايه؟ بوزيتيف او ايه؟ او زيرو. ما هي الروت ده ممكن يبقى زيرو عادي، يديني ناتج ايه؟ زيرو. يبقى الرينج بتاعي من الزيرو لايه؟ لبوزيتيف انفينيتي اهي، زي ما انا قايله هنا، من زيرو كلوزد طبعا لان اخري الزيرو، وايه؟ وبوزيتيف انفينيتي اوبن، لان انا ممكن اخد اي رقم بوزيتيف بعد كده. ممكن اشيل الفور دي واحط مكانها 8، اشيل الفور واحط مكانها 16، اشيلها واحط مكانها مليون، اشيلها واحط مكانها مليار، صح؟ كل ده عادي، اي رقم اعوض بيه عادي، بس يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف زي ما انا كاتبه كده في الدومين. تمام، اتمنى ما تكونوش تهتوا معايا وتكونوا فاهمين انا بقول ايه. برضو اللي حاسس ان هو تايه يتفرج على الفيديو اللي قبله، اللي هو انا بقول فيه اصلا ازاي نجيب الدومين وازاي نجيب الرينج وايه هم اصلا من الاول. فيعني ما تبخلوش على نفسكم بالمعلومه واتفرجوا على الفيديو وان شاء الله تفهموه. نشوف بقى ايه المساله اللي بعد كده. المساله دي بقى بيقول لي ايه؟ find the domain and the range. برضو عايز الدومين والرينج بتاعت الفانكشن f of x equals root 7x minus 7. تمام، احنا قلنا بنعمل ايه اول ستيب؟ بنجيب تحت الروت وبنعمله ايه؟ greater than or equals 0. تمام، دي اول ايه؟ اول ستيب عندي. طيب الستيب اللي بعد كده
بقى بعمل سمبليفيكيشن، بعمل سمبليفاي لايه، للفانكشن بتاعتي. طيب انا عايزه اجيب ايه، الاكس. تمام، يبقى اي حاجه لازقه في الاكس هوديها ايه، الناحيه التانية. طيب اول حاجه النيجاتيف 7 دي هوديها الناحيه التانية بايه، ببوزيتيف 7. تمام اهي. طيب بعد كده هعمل ايه، 7x وعندي ايه الناحيه التانية 7، هعمل divided 7 وهنا divided 7. تمام، يبقى الاكس greater than or equals ايه، 1. تمام، لان 7 divided 7 ادتني ايه، الريزلت بتاعي 1. يبقى اداني ان الاكس greater than or equals 1. ده ايه، ده الدومين بتاعي. تمام، طيب greater than or equals 1 يعني من ال1 واي رقم greater than ال1، يبقى من ال1 لايه، لانفينيتي، بوزيتيف انفينيتي. تمام، الدومين بتاعي من ال1 لبوزيتيف انفينيتي. طيب هو قايل لي greater than or equals 1، طالما قال لي or equals 1 يبقى ال1 معايا closed. تمام، وطبعا الانفينيتي ايه، open، لان هو قال لي greater than ال1 or equal، يعني ال1 معايا واي رقم ايه greater than ال1 معايا. تمام، ده كده جبنا الدومين. طيب الرينج بتاعي نفس الحكايه، الرينج بتاعي برضو زي المساله اللي فاتت، من الزيرو كلوزد لايه، لاوبن انفينيتي. بصوا هو دي عامه بتبقى في اي، ده الرينج بتاع اي ايه، اي سكوير روت. يعني اي سكوير روت اللي هو كده الرينج بتاعه بيبقى ايه، من زيرو كلوزد لاوبن ايه، انفينيتي. ما عندهوش حل تاني غير كده. انا دي النوتس اللي اديتها لكم قبل ما ابدا الفيديو، في اول الفيديو خالص قلت شويه نوتس مهمه، دي كانت من ضمنهم، بس انا قلت لكم انا مش عايزاكم تحفظوا. اظن ان احنا بعد ما اخدنا كذا اكزامبل على الموضوع، الموضوع اتفهم اكتر وعرفتوا احنا جبناها ازاي من زيرو كلوزد لايه، لاوبن انفينيتي. الرينج ده مش حفظ، انا فهمته لكم احنا جبناه ازاي. تمام، بس هو ده الرينج بتاع اي ايه، اي سكوير روت. تمام، اي فانكشن سكوير روت ده الرينج بتاعها. نشوف بقى اللي بعد كده. نيجي بقى للمسألة ايه الجديدة شوية دي علينا. بيقول لي which of the following is the graph of f of x. دي الفانكشن بتاعتي f of x equals root 1 minus 2x. انا الفانكشن بتاعتي دي انا عامل نفسي مش شايفاها. هو هنا مديني جرافس. تمام، فانا تركيزي الاساسي كله هيبقى على ايه، على الجرافس دي. تمام، هيبقى تركيزي ان انا اجيب الدومين والرينج بتاع كل جراف. انا دلوقتي هعلمكم ازاي لو اداكوا جراف تجيبوا الدومين بتاعه والرينج ايه بتاعه. تعالوا بقى ايه نبص كده سوا. طبعا هو الجراف هنا مش accurate قوي، يعني بصوا هو هنا مش معلم لي ان النقطة دي 0.5. تمام، وبعدها ايه، وبعدها 1 و2 و3 و4 وهكذا. تمام، فانا يعني المفروض في الامتحان بيبقى لو جاب حاجة زي كده بيجيبها accurate شوية، فوارد طبعا يجي زي ما هو كده بالظبط برضو. اول ايه، اول جراف اللي هو ده، هجيب الدومين بتاعه. الدومين احنا قلنا اللي هو ايه، الاكس. تمام، الدومين اللي هو الاكس. طيب شوفوا كده الدومين من اول ايه، ادي الهاف لغايه ايه، بصوا ماشي كده مع ايه، مع البوزيتيف انفينيتي. اي ارقام ايه، بوزيتيف، يعني هنا ال2 وال4 وبعد كده هيبقى ال6 وال8 وال10 وال12 لغايه ايه، لغايه مليون. تمام، لغايه ما ايه، ما النمبر لاين يجيب اخره. فده اللي هي اسمها ايه، اسمها بوزيتيف انفينيتي. تمام، فانا عندي هنا من الهاف، من اللي هو ال 0.5 اللي هو الهاف، طبعا الهاف دي هتبقى ايه، كلوزد، والانفينيتي طبعا بتبقى اوبن. تمام، ده اول جراف جبنا الدومين بتاعه. طيب الرينج بقى، الرينج بقى بسيط جدا. الرينج بنبص على الاف اوف اكس. تمام، على ايه، على الاف اوف اكس. طيب هو هنا فين، هو هنا من الزيرو طالع اهو، طالع اهو، طالع دي يعني هو رايح على الاف اوف اكس لفوق. طب الاف اوف اكس بتاعتي لما بتبقى طالعه لفوق اللي هو ده كده، بتبقى ايه الارقام ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا عندي ال2 شويه هيبقى عندي ال4 وال6 وال8، فالارقام عندي ايه، بوزيتيف. تمام، يبقى هو من الزيرو وانت طالع، هو ايه اهي كانت كده من الزيرو هنا وانت ايه، وانت طالع، دي الاف اوف اكس بتاعتي. يبقى دي ايه، ده الرينج بتاعي. يبقى الرينج بتاعي من الزيرو لايه، لايه، لاوبن انفينيتي. ده ايه، ده اول دومين واول رينج بتوع ايه، اول جراف عندي. طيب نشوف كده الجراف التاني بيقول ايه. الجراف التاني برضو مديني لاين كده معين بشكل معين، برضو مطلوب ان انا اجيب له ايه، الدومين والرينج. طيب تعالوا كده نبص على الدومين. قلنا لما نيجي نبص على الدومين بنبص على الاكس. الاكس اللي هي ايه، اللي هي الحته دي كده كلها، اللي هو اللاين ده. تمام، طيب هو مع الاكس ماشي، مع الاكس ازاي، ماشي مع الاكس ازاي، ادي من
اهو ماشي من عند ايه؟ من عند الهاف اللي هي 0.5. طيب رايح ناحيه ايه؟ البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ رايح ناحيه النيجاتيف اهي، ماشي كده اهو. رايح ناحيه ايه؟ النيجاتيف. ناحيه ايه؟ الشمال. ناحيه الشمال دي اللي هي ايه؟ اللي هي النيجاتيف. تمام. طيب لما اجي اكتب الانترفال بتاعي هكتبه ازاي؟ هكتب من الهاف للنيجاتيف انفينيتي؟ لا طبعا ما ينفعش اعمل كده. ما ينفعش اعمل من هاف لايه؟ لنيجاتيف انفينيتي، ما ينفعش كده، غلط. لا انا ببتدي بالارقام النيجاتيف الاول. تمام. بكتب النيجاتيف الاول، يعني هكتب النيجاتيف الاول. هيبقى عندي من نيجاتيف انفينيتي اوبن لايه؟ لهاف كلوزد. تمام. لان انا عندي هو واقف عند الهاف ما كملش، يعني مش هينفع يكمل، هو واقف عند الهاف. تمام. يبقى ايه؟ من نيجاتيف انفينيتي الهاف وكلوزد، الهاف كلوزد. انما النيجاتيف انفينيتي هو ممكن يكمل اهو، في سهم، انا عملت سهم لان هو ممكن يكمل حتى في النمبر لاين اهو في سهم، يبقى هو ايه؟ احتمال كبير ان هو يكمل. اي ارقام نيجاتيف هو معانا اي رقم نيجاتيف. تمام. طيب احنا كده جبنا ايه؟ جبنا الدومين. طب تعالوا كده نشوف الرينج بتاعي اللي هو ايه؟ بنشتغل على الاف اوف اكس هنا وتحت، من فوق لتحت. تمام. اللي هو ده كده، اللاين ده. تمام. طيب هو ماشي مع اللاين ده من اول الزيرو لغايه ايه؟ من اول الزيرو اهو ماشي معاه لفوق ولا ماشي معاه لتحت؟ لا لتحت اهي، ناحيه ايه؟ ناحيه النيجاتيف. تمام. يبقى ماشي ناحيه ايه؟ ناحيه النيجاتيف اهي، ماشي لتحت كده. واللي تحت عندي ده يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف. يبقى هو كده رايح من ايه؟ من الزيرو لايه؟ لنيجاتيف انفينيتي. طيب لما اجي اكتبها هكتب الزيرو الاول برضو؟ لا، هكتب النيجاتيف انفينيتي الاول وبعد كده هكتب الزيرو، لان النيجاتيف انفينيتي اصغر من ايه؟ من الزيرو. طيب النيجاتيف انفينيتي هتبقى ايه؟ اوبن والزيرو كلوزد. تمام. لان هو بادئ من الزيرو، هو مش واخد اي حاجه قبل الزيرو فبادئ من عندها، معنى كده ان هي ايه؟ كلوزد. تمام. نيجاتيف انفينيتي لان هو لسه مكمل اهو، في سهم اهو لسه نازل، لسه مكمل لغايه النيجاتيف تحت. الجراف التالت بقى نيجي بقى ايه؟ نجيب له الدومين قلنا ان هي الاكس يمين وشمال. تمام. طيب هو بادئ من ايه؟ بادئ من الهاف. من ايه؟ من الهاف. طيب رايح لغايه فين؟ رايح ناحيه الشمال، ناحيه ايه؟ النيجاتيف. يبقى هنا البوزيتيف اهو وهنا ايه؟ النيجاتيف. هو رايح ناحيه ايه؟ النيجاتيف، نيجاتيف انفينيتي. تمام. يبقى هو مشي من الهاف لايه؟ للنيجاتيف انفينيتي. طب ينفع اكتب الهاف الاول واسيب النيجاتيف انفينيتي بعد كده؟ لا، قلنا بنبتدي بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى بدأ من النيجاتيف انفينيتي لهاف، وطبعا الهاف ايه؟ كلوزد، والنيجاتيف انفينيتي ايه؟ اوبن. تمام. دي سهله، اظن خدنا على الموضوع خلاص. نشوف الرينج بتاعي. الرينج بقى قلنا بنبص على ايه؟ على الاف اوف اكس فوق وايه؟ وتحت. تمام. طيب هو هنا ماشي من ايه؟ ماشي من الزيرو اهي، طالع فوق ولا نازل تحت؟ انا كده بطلع ايه؟ لفوق، مش بنزل لتحت. يعني لو كده انا نازله لتحت، فانا لا، انا مش نازله، انا ايه؟ انا طالعه. يبقى هو بدأ من الزيرو لايه؟ للبوزيتيف انفينيتي. ادي هكتب الزيرو بوزيتيف انفينيتي، وطبعا الانفينيتي اوبن والزيرو ايه؟ كلوز. تمام. مفهومه. نشوف بقى ايه الجراف الرابع. طيب قلنا اول حاجه بنبص عليها ايه طالما عايزين نجيب الدومين؟ بنبص على الاكس يمين واكس ايه؟ شمال. طبعا الاكس اللي هنا اليمين بوزيتيف والاكس اللي هنا ايه؟ النيجاتيف. طيب هو ماشي منين؟ من نيجاتيف هاف. هو المره دي ماشي من نيجاتيف هاف لايه؟ رايح ناحيه البوزيتيف اهو، رايح ناحيه اليمين. تمام. يبقى هو ماشي من نيجاتيف هاف لايه؟ للانفينيتي. طيب الانفينيتي ايه؟ اوبن. تمام. والنيجاتيف هاف ايه؟ قلنا كلوزد، لان هو بادئ من عندها وما خدش اي حاجه قبل النيجاتيف هاف. تمام. اهو ادي الدومين نيجاتيف هاف وبوزيتيف ايه؟ انفينيتي اوبن. نبص بقى على ايه؟ على الرينج بتاعي. قلنا علشان نجيب الرينج بنبص على ايه؟ على الاف اوف اكس فوق وايه؟ وتحت. قلنا فوق بوزيتيف وتحت ايه؟ نيجاتيف. تمام. طيب هو هنا بادئ من الزيرو لايه؟ طالع ولا نازل؟ بصوا كده معايا اهو، انا بطلع، القلم بتاعي خدني وايه؟ وطلع. يبقى هو بادئ من الزيرو لايه؟ للانفينيتي. طبعا الزيرو قلنا كلوزد والانفينيتي ايه؟ اوبن. احنا كده جبنا الدومين والرينج بتاعت الفور جرافس بتوعي. تمام. ايه المطلوب مني بعد كده؟ المطلوب بقى مني ان اختار واحد من الفور دول يمثلوا الفانكشن بتاعتي اللي هو مديها لي في اول المساله، اللي هي دي، اللي هي ايه؟ روت 1 minus 2x. طيب انا ايه شغلانتي دلوقتي؟ ان انا اشتغل على الفانكشن. تمام.
طيب تعالوا كده نشتغل على الفانكشن. هو بيقول لي ان ال f of x equals root 1 minus 2x. المطلوب مني ان انا اجيب الدومين والرينج بتاع الفانكشن دي واقارنه، اشوف بيكوال اني دومين والرينج بتاع اني جراف. تمام. طيب تعالوا كده نشتغل على الفانكشن دي. قلنا بنطلع اللي تحت الروت وبنعمله ايه؟ greater than or equals 0. تمام. 1 minus 2x greater than or equals 0. طيب يبقى انا عايزه ايه؟ الاكس، يبقى 2x greater than or equals ال1 هتروح الناحيه التانيه بايه؟ بنيجاتيف 1. تمام. يبقى الاكس greater than or equals نيجاتيف 1 over ال 2، لان عملت divided 2 و divided 2 علشان ايه؟ اشيل ال 2 من جنب الاكس، فادتني ان الاكس greater than or equals ايه؟ هو كده انا ايه؟ كده انا جبت الدومين بتاع الفانكشن اللي هو كان مديهالي. طيب اكتبه بقى. الدومين greater than or equals negative half، يبقى هبدأ من ايه؟ من negative half لغاية ايه؟ لغاية البوزيتيف انفينيتي. طبعا البوزيتيف انفينيتي open والنيجاتيف هاف ايه؟ closed. ليه من النيجاتيف هاف لبوزيتيف انفينيتي؟ لان هو قال لي ان الاكس greater than or equals. greater than يعني اي رقم greater than ايه؟ النيجاتيف هاف. اي رقم greater than النيجاتيف هاف يبقى ايه؟ يبقى بوزيتيف انفينيتي. طيب انا جبت الدومين، اعرف اجيب الرينج؟ اعرف اجيب الرينج طبعا. احنا قلنا الرينج بتاع اي فانكشن فيها سكوير روت ايه؟ 0 closed وايه؟ واوبن بوزيتيف انفينيتي. تمام. يبقى انا جبت ايه؟ يبقى انا جبت الدومين بتاعي اهو، والرينج ايه؟ اهو. اقارن بقى واشوف ده بتاع اني جراف. لو بصينا كده بعينينا، لمحنا كده لمحه كده بسيطه بعينينا، هنعرف ان الدومين بتاع الجراف رقم 4 هو نفس الدومين بتاع الفانكشن بتاعتي. تمام، اللي انا جبتها. والرينج بتاع جراف نمبر 4 هو الرينج بتاع الفانكشن اللي هو ايه؟ اللي هو مديهالي، اللي هي closed 0 واوبن ايه؟ positive infinity. يبقى اني جراف هو اللي صح وهختاره، هو نمبر 4 هو ايه؟ هو اللي صح، هو اللي ايكوال الفانكشن بتاعتي اللي هو مديهالي. تمام. مفهوم؟ عرفنا ازاي نجيب الدومين والرينج من اي جراف في الدنيا. انا اديتكم 4 اشكال للجرافس، اظن كده نقدر نعرف ونجيب اي دومين او رينج من اي جراف يديهولي. تمام. ندخل بقى على اللي بعده. هو مديني الفانكشن دي، عايز ايه؟ عايز الدومين، مش عايز هو هنا الرينج، هو عايز الدومين وسكت. تمام. هعمل ايه؟ طيب انا الفانكشن بتاعتي دي فيها حاجتين، فيها روت وفيها ايه؟ وفيها فراكشن. تمام. طيب اول حاجه هبص عليها الفراكشن. ليه؟ لان الفراكشن لو منفعش الروت اصلا كده كده عندي مش هتنفع. تمام. الفراكشن اول حاجه ببص عليها. طيب هل الفراكشن ده ينفع تحت عندي؟ في الفراكشن من تحت عندي ينفع يبقى الرقم ده بزيرو؟ لا طبعا ما ينفعش. هيديني ايه؟ هيديني سنتكس ايرور. جرب كده اعمل اي حاجه فراكشن، اعمل مثلا 1 over 0، هيطلع لك ايرور على الكالكوليتور. تمام. هتطلع غلط، ما ينفعش. يبقى انا هعمل ايه؟ اول ستيب هقول ان الاكس minus 5 greater than or equals 0. تمام. طيب هودي النيجاتيف 5 الناحيه التانيه بايه؟ ببوزيتيف 5، يبقى الاكس greater than or equals ايه؟ 5. تمام. يبقى الدومين عندي اهو، اكتبه بقى greater than or equals 5. greater than ال 5 يبقى اي رقم ايه؟ بوزيتيف اكبر من 5، و equals 5 يبقى ال 5 كمان معايا. يبقى ادي ال 5 close ده اهي عشان هو قايل لي greater than or equals 5. تمام. و greater than 5 يبقى ايه؟ يبقى positive infinity و open. يبقى انا كده جبت ايه؟ الدومين بتاع الاكزامبل بتاعي اللي هو عايز نجيبه. تمام. والاكزامبل ده يبان ان هو طويل شويه، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونفهمه سوا. يلا نشوف بيقول لنا ايه. مديني عايز الدومين برضو بتاع الفانكشن دي، مديني دي الفانكشن بتاعتي. تمام. الفانكشن بتاعتي دي فيها فراكشن وفيها ايه؟ وفيها 2 روتس وبينهم نيجاتيف. انا هشتغل ايه؟ واحده واحده. انا هشتغل اول حاجه على الروت اللي فوق، وتاني حاجه على الروت ده، وتالت حاجه على الروت ده، ورابع حاجه هشتغل على ايه؟ على الحته اللي تحت دي كلها مع بعض. يعني انا هشتغل كل واحده لوحدها الاول، وبعد كده هشتغل اللي تحت كله مع بعض. مفهوم؟ عشان بس ابقى عارفه السيناريو بتاع المساله بتاعي يمشي ازاي، ما احلش كده وخلاص، لازم ابقى عامله بلان المساله. تمام. خلي بالكم الماس ده مش ماده كده وخلاص، لا وحل المساله وخلصنا على كده، لا. الماس بيعلمك ازاي يبقى عندك بلان حتى في حياتك.
يعني انت في حياتك ما تمشيش كده على البركه وخلاص، انت تبقى عارف انا عايزه اركز على كذا علشان هطلع في المستقبل كذا، علشان عايزه ابقى اشتغل كذا. تمام، انا كده عندي بلان، حد عنده بلان. انما مش حد ماشي هو مش عارف هو عايز ايه. يعني في حد ممكن يمسك المساله دي يحل وخلاص، يعمل اي حاجه شايفها قدامه وخلاص، مش هتدي اي حاجه في الاخر، مش هيطلع له نتيجه. ممكن يوصل للطريق الصح بس هيبقى وصل له بعد فرهده وجاب حاجات ملهاش لازمه. تمام، انما اللي عنده بلان عارف هو بيجيب ايه والمساله بتاعته مدياه ايه علشان يجيب بيه ايه. تمام، وفي الاخر النتيجه هتطلع له على هيئه ايه وعلى شكل ايه. ده الفرق بين الشخص اللي عنده بلان واللي ما عندوش. تمام، فانتوا يعني شوفوا انتوا حابين يبقى ايه بقى. يعني نرجع بقى للمساله بتاعتنا تاني. طيب اول حاجه قلت هعمل ايه، هشتغل على الروت اللي فوق. طيب فوق اصلا مديني ايه، مديني روت x minus 1، فاتفقنا ان احنا بناخد اللي تحت الروت بنعمله ايه greater than or equals 0. تمام، اهو greater than or equals ايه الزيرو. طيب انا عايزه الاكس فهودي ايه اللي جنبها الناحيه التانية، النيجاتيف 1 هتروح الناحيه التانية بوزيتيف 1، يبقى x greater than or equals ايه 1. تمام، ده ايه، ده شكل الدومين بتاعي. طيب اكتبه بقى greater than or equals 1، يبقى ال1 واي حاجه greater than ال1 يبقى من ال1 لايه لبوزيتيف انفينيتي. طبعا ال1 closed والبوزيتيف انفينيتي ايه open. تمام، ده اول دومين بتاع اول روت عندي. طيب تاني روت اللي هو ايه 9 minus x، اتفقنا ان احنا بناخد اللي تحت الروت وبنعمله ايه greater than or equals 0. تمام، حلو قوي. طيب انا عايزه ايه، عايزه الاكس. طب الاكس لازق فيها نيجاتيف، نسيبها دلوقتي معاها، نودي ال9 الناحيه التانية ونخلص منها الاول. طيب يبقى كده اتبقى لي ايه، اتبقى لي نيجاتيف اكس، وديت ال9 الناحيه التانية بالنيجاتيف بقت نيجاتيف 9. انا عندي جنب الاكس نيجاتيف، هتخلص منها ازاي، هعمل كل المساله ديفايدد ايه ديفايدد نيجاتيف. تمام، ديفايدد نيجاتيف يبقى هعمل نيجاتيف، هشيل النيجاتيف هنا والنيجاتيف هنا. تمام، يبقى اتبقى لي ان الاكس بس. طبعا هغير ايه، هغير الساين، هخلي وشها الناحيه التانية، بدل ما هي وشها الناحيه دي لا بقت ايه الاكس سمولر ذان اور ايكوالز 9. معنى ان الاكس سمولر ذان اور ايكوالز 9 يبقى هاخد ال 9 واي حاجه ايه سمولر ذان ال 9. سمولر ذان ال 9 يبقى انا كده ايه رايحه ناحيه النيجاتيف انفينيتي. تمام، طبعا هكتب النيجاتيف انفينيتي الاول واوبن. تمام، وبعد كده اكتب ايه ال 9. ليه؟ لان النيجاتيف انفينيتي اقل من ال 9 فالصغير بيتكتب الاول. نيجي للايه للتالت روت عندي. تالت روت عندي اللي هو روت x minus 3. اتفقنا ان احنا بناخد اللي تحت الروت بنعمله ايه greater than or equals 0. ماشي، دي اول ستيب. تاني ستيب بعمل ايه، انا عايزه الاكس فبشيل اي حاجه جنب الاكس واديها الناحيه التانية، يبقى النيجاتيف 3 هتروح الناحيه التانية بايه ببوزيتيف 3، يبقى الاكس greater than or equals ايه بوزيتيف 3. يبقى انا هاخد ال 3 وايه واي حاجه greater than ال 3، يبقى ال 3 close ده اهي معايا. تمام، وايه واوبن بوزيتيف ايه انفينيتي. رابع ستيب بقى هعمل ايه، يعني انا جبت اول روت وتاني روت وتالت روت. طيب بعد كده هعمل ايه بقى، هجيب اللي تحت كله الاتنين روتس مع بعض وبينهم ايه ماينس. تمام، طيب الاتنين روتس مع بعض ومنهم ماينس دول ايه، دول تحت في الفراكشن. طيب تحت في الفراكشن ده ينفع يبقوا ايكوال 0؟ لا طبعا، احنا اتفقنا ان اي حاجه تحت في الفراكشن، يعني الفراكشن بيبقى اهو كده، اي حاجه تحت في الفراكشن اللي هو المكان ده ما ينفعش تبقى ايكوال ايه، تبقى ايكوال 0. ما ينفعش خالص تبقى ايكوال 0، هتبوظ لي الفراكشن كله. طيب يبقى انا هقول ايه روت 9 ماينس اكس ماينس، هكتب اللي هو كاتبه لي تحت في الفراكشن ماينس روت اكس ماينس 3 نوت ايكوال 0. ما ينفعش ان هم يبقى ايكوال ايه الزيرو. بعد كده هعمل ايه، هودي الروت ده كده الناحيه التانية بالايه بالبوزيتيف. تمام، هو هنا بالنيجاتيف هوديه الناحيه التانية كله بالبوزيتيف. طيب يتبقى لي ايه في الناحيه دي روت 9 ماينس اكس نوت ايكوال ايه روت اكس ماينس 3. طبعا انا النوت ايكوال اللي هنا دي بالنسبه لي بعملها معامله الايكوال والايه والانيكواليتي، سواء جريتر ذان او سمولر ذان. بنقل الحاجه عادي من فوقيها عادي، يعني بنقل الحاجه الناحيه التانية عادي بعكس الساين كده يعني. يبقى انا نقلت الروت كله بحاله هناك بالبوزيتيف. طيب انا دلوقتي عندي تو روتس في الناحيتين، ادي واحد وادي اتنين. هعمل ايه عشان اضيعهم، هعمل لهم سكوير روت في الناحيتين. تمام، اهم حاجه ما اعملش حاجه في ناحيه واحده واسكت، لا يعمل في الناحيتين يا ما اعملش. تمام، طيب سكوير روت في الناحيتين هتضيع لي ايه، هتضيع لي الروت. يتبقى لي 9 ماينس اكس من غير طبعا الروت خلاص راح، وايه واكس ماينس 3 برضو من غير الروت خلاص ايه مشي خلاص مشيناه مع الباور 2. هعمل ايه بقى، هجيب الاكسات مع بعض والايه والنمبرز مع بعض. طيب هودي النيجاتيف اكس دي الناحيه التانية بايه ببوزيتيف اكس، راحت للاكس التانية، والنيجاتيف 3 هوديها هنا بايه
ببوزيتيف 3. يبقى 9 بلس 3 ب 12. تمام. واكس بلس اكس 2 اكس. تمام. طيب انا الاكس هنا انا عايزاها لوحدها جنبها 2، هعمل ايه؟ ديفايدد 2 في الناحيتين، هنا ديفايدد 2 هنا ديفايدد 2. طب 12 ديفايدد 2 ادتني ايه؟ ادتني 6. تمام. وهنا الاكس 2 اكس ديفايدد 2 ادتني اكس. يبقى الاكس نوت ايكوالز ايه؟ نوت ايكوالز 6. ده زي ما تقولوا كده دومين، برضو يعتبر دومين. يبقى انا عمري في حياتي ما اخد ان الاكس ب 6. يبقى الاكس نوت ايكوالز ايه؟ 6. يبقى انا ما ينفعش اخد الاكس ب 6 ابدا، هي نوت ايكوال 6. تمام. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنعمل كده حاجه صغننه كده بسيطه، بنعمل زي نمبر لاين كده جميل ولطيف. تعالوا كده بقى نشوف بنعمله ازاي. برسم نمبر لاين واحط عليه اول دومين. اول دومين عندي ان هو من 1 لانفينيتي، ادي من ال1 اهي لايه؟ لانفينيتي. ادي اول حاجه عندي. طيب تاني حاجه قايل لي من ايه؟ من نيجاتيف انفينيتي ل 9. يبقى ادي ال 9 اهي وايه؟ وهروح ناحيه النيجاتيف انفينيتي. تمام. ده ايه؟ ده تاني جراف عندي. طيب تالت حاجه من ال 3 للانفينيتي، ادي من ال 3 اهي، طبعا ال 3 ما بين ال 1 وال 9. ادي من ال 3 لايه؟ لبوزيتيف انفينيتي، ادي رايح الناحيه التانيه. تمام. وايه؟ ورابع حاجه عندي بيقول لي ان الاكس نوت ايكوال 6. ادي جيت عند ال 6 اهي اللي هي ما بين ال 3 وال 9، وهعمل ايه؟ علامه اكس كده. يعني انا هاخد من ال 3 لل 9 بس من غير ال 6. انا استفدت ايه بقى من الرسمه الحلوه دي؟ مش انا كده عامله 3 لاينز؟ تمام. ادي 1 2 3. تمام. انا عامله 3 لاينز. تمام. انا بقى عايزه الحته اللي فيها انترسكشن او اللي فيها تقاطع لايه؟ للثلاثه لاينز دول. تمام. اللي فيها ايه؟ انترسكشن لل3 ايه؟ لل3 لاينز بتوعي. طيب ادي الحته دي كده، بصوا كده ركزوا معايا كده على الحته دي اهي. دي فيها ايه؟ ادي اول لاين، وادي تاني لاين، وادي ايه؟ تالت لاين. وفيها برضو ال6 اهي معمول لها اكس مكانها. يبقى دي البوينت اوف انترسكشن اللي هي من ايه؟ من ال3 لل9. تمام. يبقى انا اخر رسمه عندي او الفاينل جراف بتاعي اهو كده، من ال3 لل9 وايه؟ وال6 مش معايا، هعمل عليها اكس. طيب الدومين بتاعي يبقى ايه بقى؟ يبقى من ال3 لل9 اكسبت ايه؟ ماينس ال6. تمام. طبعا هيبقى عندي من ال3 لل9 كلوز، لان مش هاخد ولا حاجه قبل ال3 ولا حاجه قبل ال9. انا هاخد بس ال3 من ال3 لل9 وايه؟ ماينس ال6. مش هاخد ال6. ادي عملت ماينس ال6. طبعا ال6 بعملها في ايه؟ في سوليوشن سيت كده، لان هي نمبر واحد، يعني رقم واحد هشيله. تمام. انما دي بتبقى في انترفل، لان انا هاخد من ال3 لل9. مش هقعد اكتب 3 4 5 6 7 8 9، لا، انا هاخدها في انترفل على شكل انترفل من ال3 لل9. تمام. مفهوم؟ طبعا احنا لغوصنا الدنيا كده في المساله وبوظنا الدنيا خالص، بس يعني اتمنى انكم تبقوا فهمتوها. يعني هي والله سهله وبسيطه وكل حاجه، بس الواحد يبقى زي ما انا قلت يبقى عنده بلان للمساله. انا جبت الدومينز بتاعتي كلها، مش هاجي بقى على اخر حته وايه واعك الدنيا، لا، الجراف بقى هيظبط لي الدنيا في اخر حته. نيجي بقى المساله دي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي finding domain of functions، ومديني الفانكشن دي عايز ايه؟ عايز ليها الدومين بتاعها. احنا متفقين ان اول ستيب بعملها لما يبقى عندي روت، بعمل ايه؟ باخد اللي تحت الروت وبعمل فيه ايه؟ بقول ان هو greater than or equals 0. تمام. انا خدت كل اللي تحت الروت اهي. 4 minus absolute، دي طبعا علامة الابسوليوت. الابسوليوت دي ايه شغلتها؟ لو دخل لها مثلا نيجاتيف 5 بيخرج منها ايه؟ 5. تمام. الرقم النيجاتيف لو دخل الابسوليوت بيطلع بايه؟ ببوزيتيف. تمام. فهي في كل الحالات بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي رقم بوزيتيف. تمام. طيب يبقى 4 minus absolute x minus 5 greater than or equals ايه؟ 0. طبعا هودي الابسوليوت ده زي ما هو، هوديه الناحيه التانية. يبقى ال 4 greater than or equals absolute x minus 5. طيب انا هاجي لغايه هنا كده واستوب. ليه؟ طيب انا هقول لكم ليه. انا عندي الابسوليوت اللي هي اللي هنا دي كده. تمام. جواها x minus 5. مش وارد ان ال x minus 5 دي يا تبقى مره بوزيتيف يا تبقى مره ايه؟ نيجاتيف، لان الابسوليوت دي انا لو دخلت لها نيجاتيف x هتطلعها لي ايه؟ هتطلعها لي x، ولو دخلت لها x هتطلعها لي برضو x. تمام. فانا ايش عرفني ان ال x minus 5 دي اصلا بوزيتيف، او ايش عرفني ان ال x minus 5 دي اصلا نيجاتيف؟ تمام. فانا هحلها مره بالبوزيتيف ومره بايه؟ ومره بالنيجاتيف. تمام. تعالوا كده بقى ايه نشوفها مره بالبوزيتيف كده. مره بالبوزيتيف اللي هو هشيل بس الابسوليوت، هتبقى x minus 5 عادي. تمام.
تمام. وانا عايزه الاكس لوحدها، فهودي النيجاتيف 5 الناحيه التانية بالبوزيتيف 5، يبقى 4 بلس 5 والاكس ايه طبعا لوحدها، يبقى الاكس smaller than or equals ايه 9. طبعا 4 بلس 5 equals 9. طيب الدومين بتاعها يبقى equals ايه؟ احنا قلنا ان الاكس smaller than or equals 9. smaller than ال 9 يبقى ايه؟ يبقى اي حاجه رقم نيجاتيف، يبقى نيجاتيف انفينيتي. تمام. و smaller than or equals 9 equals 9 يبقى ال 9 كمان معايا، ال 9 معايا بس closed، انما النيجاتيف انفينيتي open. نيجي بقى نشوف ايه الناحيه التانية. الناحيه التانية دي حليناها على اساس ان هي ايه نيجاتيف. طيب احنا شلنا الابسوليوت اهو وحطينا مكانها ايه نيجاتيف. تمام. يبقى الفور زي ما هي نزلت زي ما هي، وحطينا جنب الاكس ماينس 5 نيجاتيف. طيب النيجاتيف دي هتخش مره على الاكس ومره على الايه على النيجاتيف 5. طيب النيجاتيف في اكس نيجاتيف اكس، نيجاتيف في نيجاتيف 5 ببوزيتيف 5. ليه؟ لان نيجاتيف في نيجاتيف هتديني بوزيتيف. طيب يبقى الفور برضو زي ما هي الناحيه التانية. طيب انا عايزه ايه؟ انا عايزه الاكس كده لوحدها، يبقى ال5 هتروح هناك بايه بنيجاتيف 5، يبقى 4 ماينس 5 هتديني ايه نيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف اكس لوحدها. طيب النيجاتيف اكس هتنزل برضو زي ما هي. طيب انا عندي هنا نيجاتيف اكس ونيجاتيف 1، يبقى انا هعمل ديفايدد ايه ديفايدد نيجاتيف، لان انا عايزه الاكس بس، انا مش عايزه النيجاتيف دي. هعمل ايه بقى؟ هقلب الساين، ما انساش ايه اقلب الساين، بدل ما كانت الناحيه التانية اهي اتغيرت بقى وشها ايه الناحيه دي. طيب يبقى الاكس greater than or equals ايه 1. greater than or equals 1 معنى كده ايه؟ معنى ان هي greater than or equals 1 يبقى ناخد ال1 واي رقم اكبر منها، يعني ال1 واي رقم ايه اكبر منها. ال1 واي رقم اكبر منها يبقى انا همشي ناحيه البوزيتيف انفينيتي. طبعا البوزيتيف انفينيتي هتبقى اوبن وال1 ايه كلوزد. طيب احنا قلنا حاجه كده بتظبط لنا المساله وبتخلينا نجيب الدومين اكيوريت قوي، بجيبه باكيورسي عاليه قوي الدومين. طيب ايه هي؟ قلنا بنعمل له ايه؟ بنعمل له جراف. تمام. طيب انا عندي الدومين الاولاني قال لي ان هو من نيجاتيف انفينيتي ل 9. طيب ادي اهي ال 9 اهي ومشي لغايه ايه نيجاتيف انفينيتي. تمام. تمام. طيب الدومين التاني من 1 لبوزيتيف انفينيتي، ادي ال1 وايه والبوزيتيف انفينيتي اهي. تمام. طيب مشي الناحيه دي طبعا ناحيه البوزيتيف انفينيتي. طيب انا بقى فين البوينت اوف انترسكشن؟ فين الانترسكشن بتاع الاتنين لاينز؟ اهي الحته دي، مش الحته دي فيها انترسكشن عدى عليها التو لاينز، صح ولا مش صح؟ مش دي عدى فيها الاتنين لاينز؟ تمام. يبقى انا عندي الدومين بتاعي من ايه؟ من 1 ل 9 اهي. عملت واحد جديد والدومين بتاعي اهو من 1 لايه ل 9 اهي. من 1 طبعا كلوزد لايه ل 9 كلوزد، لان انا عندي من 1 ل 9 ما مشيتش كده ولا كده، خلاص هي دي الحته اللي فيها الانترسكشن. تمام. يبقى الدومين اوف اكس 1 و9 كلوزد 1 وايه وكلوزد 9. تمام. يبقى ده الفاينل ريزلت بتاعي اهو. نيجي بقى لايه للكيوبيك روت فانكشن. طيب احنا كل ده كنا شغالين على ايه؟ على السكوير روت فانكشن العاديه. طيب كيوبيك روت بمعنى ايه؟ سكوير روت عاديه بس عليها ايه؟ عليها نمبر 3 كده، دي بقت كيوبيك روت. تمام. اظن كلنا عارفينها ومش محتاجين، وبتتعمل على الكالكوليتور عادي يعني. نيجي بقى الاول ايه اكزامبل، بيقول لي ايه find the domain of function، مديني function كده. تمام. عايز الدومين بتاعها. احنا قلنا في النوتس بتاعت اول الفيديو، تمام، اللي ما شافهاش وجرى الفيديو هعرفه وهجيبه ومش هيبقى فاهم معايا كل المسائل دي. ركزوا بقى كده معايا. احنا قلنا في النوتس اللي في الاول الفيديو ان اي دومين بتاع اي كيوبيك روت فانكشن is ايه all real numbers. تمام. قول ايه real numbers من غير تفكير، انا هحطها كده دش، انا هدشها في اي مسألة كده. خلصنا، خلي بالك الحل، احنا كده الحل بتاعي خلص. طيب نيجي للمسألة اللي بعد كده. بيقول لي find the domain and the range. انا بقى هشتغل هنا ليه؟ لان هو قال لي عايز الرينج كمان. تمام. وهشتغل لسبب تاني هنعرفه بعدين، بس انتوا هشوفكوا كده انتوا هتعرفوه ولا لا. مبدئيا كده بس قبل ما انسى، انا حابه اقول لكم ان انا هنزل المره دي ان شاء الله مسائل في الشورتس، فحابه انكم يبقى في كومبيتيشن ما بينكم، ويا ريت اللي يبقى عارف الانسر بتاعت اي كويشن هنزله في شورت يبقى يكتب لي في الكومنت. تمام. ما يبعتليش على اي حاجه، طالما انا نزلت الشورت يبقى اكيد هقرا الكومنتس ان شاء الله. وطبعا اول واحد هيكتب لي الريزلت في كومنت هيبقى ليه جايزه. ما تبخلوش على بعض بالمعلومه، واللي عنده اي معلومه يشارك بيها زمايله، واللي عنده اي فيديو مش شرط يبقى ماس وشايف ان التيتشر اللي قدامه ده بيشرح كويس وبيحل كويس مسائل، يا ريت ما يبخلش بيه على زمايله ويشارك فيه زمايله.
طبعا اي ماده محتاجين ان احنا نساعد فيها زمايلنا، يا ريت نقدم مساعده، مش لازم طبعا اللي قدامنا يطلب. انت طالما شايف ان دي حاجه فيها مصلحه للجميع، يا ريت طبعا تنشرها. ما تبقاش بتنشر بس الفيديوهات اللي هي عباره عن ترفيه وخلاص، لا انت برضو يعني تنشر فيديوهات او تعمل شير لفيديوهات تفيد الناس برضو. تمام. وطبعا ربنا هيكتب لك ده في ميزان حسناتك، لان دي بتبقى حاجه مهمه جدا وربنا طبعا بيجازي عليها صاحبها. فطبعا يعني اتمنى ان ربنا يجازيكم كلكم خير ان شاء الله، وكلكم ان شاء الله تساعدوا زمايلكم. يلا بقى نرجع للمساله بتاعتنا. طيب بيقول لي ايه؟ هو عايز الدومين والرينج بتاعه الفانكشن دي. طيب احنا قلنا اول حاجه، اول سبب هيخليني ان انا اشتغل في المساله دي ما اقولش ان الدومين بتاعها all real numbers، ايه بقى؟ اول سبب ان هو عايز الرينج كمان. تمام، ده هيخليني اشتغل في المساله بالقلم. طيب تاني سبب ان انا عندي هنا كده سكوير روت صغننه كده اهي مستخبيه كده، بس انا شفتها وجبتها. تمام، دي بقى هتخليني اشتغل الحكايه دي كلها، اللي انتوا شايفينه بالاحمر ده كله هي السكوير روت الصغننه المستخبيه دي، هي اللي هتخليني اشتغل. تمام. طيب تعالوا بقى نشتغل عليها. طبعا اول ستيب بناخدها لو عندنا سكوير روت، بعمل ايه؟ باخد اللي تحت السكوير روت ده وبعمله greater than or equals 0. تمام. طيب انا عايزه ايه؟ انا عايزه الاكس بس، فهودي ال 3 الناحيه الثانيه بنيجاتيف 3، يبقى اي 2x greater than or equals ايه؟ نيجاتيف 3. طيب انا عايزه الاكس برضو، هعمل ايه؟ هعمل divided 2 في الناحيتين. تمام. طبعا 2 divided 2 ب 1 اللي هي x يعني، يبقى x greater than or equals ايه؟ نيجاتيف 3 over 2. يبقى الدومين بتاعي equals كام بقى؟ greater than or equals negative 3 over 2. يعني ايه greater than؟ يعني اي حاجه ناحيه ايه؟ البوزيتيف انفينيتي. تمام، يبقى دي عندي اهي البوزيتيف انفينيتي ايه؟ open. تمام، ونيجاتيف 3 over 2 closed. انا هبتدي من النيجاتيف 3 over 2 لان هو قال لي greater than or equal، فالنيجاتيف 3 over 2 معايا برضه. تمام. طيب الرينج بتاعي ايه؟ احنا قلنا الرينج بتاع اي سكوير روت ايه؟ من الزيرو كلوزد لايه؟ لاوبن بوزيتيف انفينيتي. تمام، ده الرينج بتاع اي سكوير روت. متفقين. طيب تعالوا كده بقى للكيوبيك روت بقى، خدها كلها اهو. هو هنا خدها كلها، انا كنت هنا واخده الجزء اللي هو ايه؟ بتاع السكوير روت بس، لا هنا خدها كلها الكيوبيك روت كلها. طيب هقول الدومين بتاعي ايه؟ all real numbers، ودي طبعا قلنا هنكتبها في اي مسألة ليها علاقة بايه؟ بالكيوبيك روت وعايز الدومين. تمام. طيب الرينج بقى، الرينج بتاعي بصوا كده، انا عندي هنا الكيوبيك روت دي في تحتها 125، يبقى الكيوبيك روت بتاع 125 equals كام؟ لو عملتوها على الكالكوليتور هتديكوا 5. يبقى انا عندي الرينج بتاعي من ايه؟ من نيجاتيف انفينيتي، وهيقف عندي فين؟ هيقف عند ال5 اللي هي كيوبيك روت 125 اللي هي ادتني 5. تمام، هيقف عندها بايه؟ بكلوزد 5 اهو في الرينج. تمام، مفهوم؟ بسيطه جدا وسهله جدا. انا اشتغلت اول حاجه على السكوير روت وجبت ايه؟ الدومين والرينج بتوعها. تمام، وتاني جزئيه اشتغلت على ايه؟ على الدومين والرينج بتوع الكيوبيك روت، وجبت اللي تحت الكيوبيك روت ادتني كام؟ اللي هي الكيوبيك روت 125 ادتني 5. فانا بالنسبه لي ده الليميت بتاعي من اول ال5 لغايه وانت ايه؟ وانت نازل. تمام، ما ينفعش اعلى عن ال5. بس كده، وبكده تكون المسألة بتاعتي خلصت والفيديو كمان خلص وهتستريحوا مني خلاص. وطبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، وما تنسوش تبعتوا الفيديو لاصحابكم اللي انتوا بتحبوهم علشان يستفيدوا، وربنا يجازينا كلنا خير. وزي ما قلت لكم ان اي حاجة بنعملها خير ربنا بيكافئنا عليها، فما تبخلش بالخير على زمايلك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ودرس جديد. باي.